نحن معك يا غافي. رسالة لاعبي برشلونة لغافي قبل مباراة ريال أوفييدو اليوم كانت في منتهى الجمال، وكان قد تلقى برشلونة ضربة قاسية بسبب لاعبه جافي، لأنه سيبقى خارج الملاعب لمدة قد تصل إلى 5 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة بالمنظار لعلاج إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي. اللاعب الذي كان رمزا للحيوية والطاقة في وسط الميدان يترك فراغا كبيرا وصعب تعويضه. وعن مدة غيابه بالتحديد قال يدرو لويس ريبول طبيب متخصص معتمد من الفيفا: في حالة جافي كانت هناك إصابة معقدة سابقا في الغضروف الخارجي، والرباط الصليبي الآن هو يعاني من تمزق في الغضروف الداخلي وهو أقل خطورة نسبيا. خلال أول 14 أسبوعا يكون خياطة الغضروف الهلالي أمرا حاسما، وإذا تركت الركبة بلا غضروف يتدهور الغضروف المفصلي ثم العظم، وأخيرا يظهر التهاب المفاصل. الأشهر 5 إلزامية ولا يمكن تقليصها. يجب تحريك الركبة لتجنب التصلب، لكن مع الحفاظ على حدود آمنة لحدوث الالتحام، أي ما يؤكد غياب جافي عن الملاعب لمدة 5 أشهر إلزامية. وقال جافي اللاعب الشاب قبل إجراء العملية الجراحية: الذين يعرفونني يدركون أنني سأعود مهما تطلب الأمر، من محاولات لأدافع عن البارصة حتى النهاية. كلمات جافي التي تعكس روحه القتالية حتى وهو على سرير الشفاء.